وآخر الأخبار بخصوص انتقال اللاعبين المغاربة في هذا الميركاتو الشتوي، فرضا بالحيان فابريزو رومانو أكد اليوم أنه صافي اللاعب أتم أو الاتفاق تم بين إدارة فيورنتينا ونادي لاتسيو بانتقال رضا بالحيان إلى نادي لاتسيو في هذا الميركاتو الشتوي. وقال أنه يوم غد إن شاء الله غادي يجري الفحوصات الطبية قبل إعلان الصفقة بصفة رسمية. فرضا بالحيان اللي كانت أندية عديدة مهتمة به، من بينها سي ميلان، انتر ميلان، كذلك نادي ليل في الدوري الفرنسي، تشيلسي في الدوري الانجليزي، ففي نهايه المطاف على الاقل ما انتقلش الى نادي ضعيف بل الى نادي من افضل الانديه على مستوى ايطاليا وكذلك على المستوى الاوروبي، نادي لاتسيو، نادي العاصمه الايطاليه. فبحسب ذات المصدر فرضا بالحيان سوف يوقع عقدا يمتد حتى صيف سنه 2029، وان شاء الله غدا ان شاء الله نهضروا على تفاصيل صفقه بعد اعلانها بصفه رسميه. ولو انه ملي فابريزو رومانو تيأكد شيء خبر انتقال فصافي ما كيبقاش مجال للشك في الصفقه. فعموما بصفه شبه مؤكده رضا بالحيان سينتقل الى نادي لاتسيو الايطالي. كذلك بالحديث على انتقالات اللاعبين المغاربه، فصفقه ولكن هذا المره صفقه انتقال لاعب مغربي من دوري اوروبي الى دوري خليجي. الامر كيتعلق باللاعب طارق تيسودالي، اللاعب السابق لنادي او لا مازال لاعب حالي، لاعب ديال نادي باوك اليوناني، انتقل بصفه اعاره فقط الى احد الانديه في الدوري الإماراتي، هو نادي خورفكان الإماراتي. فاليوم تم إعلان الصفقة بصفة رسمية، حيث نشر النادي الإماراتي المتواجد في المركز العاشر في ترتيب الدوري الإماراتي ب15 نقطة صورة لاعبه الجديد المغربي طارق تيسودالي، وعلق عليها بالقول: الأسد المغربي طارق تيسودالي مهاجما لخورفكان هذا الموسم، مرحبا بك. فاللاعب انتقل فقط على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم إلى هذا النادي الإماراتي، ولكن انتقاله صراحة غريب نوعا ما، لأن اللاعب كان من بين ركائز فريق باوك اليوناني، شارك معهم في هذا الموسم في 820 مباراة، مع انتصاف الموسم فقط مشارك في 820 مباراة، بل سجل فيها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات سواء المحلية أو الأوروبية. وفي الأخير في انتصاف الموسم كينتقل إلى نادي آخر، هو نادي أضعف في دوري أضعف اللي هو نادي خورفكان في الدوري الإماراتي. صراحة صفقة اللي غريبة، وكذلك أنها صفقة إعارة وليس صفقة بيع نهائي. شنو هو السر اللي غادي يخلي اللاعب يغادر النادي ديالو اللي كيلعب معاه في مباريات كثيرة ومسجل معاه أهداف ونادي الأوروبي، وينتقل إلى نادي إماراتي في منتصف الموسم، إلا إذا كان السر هو سبب مالي ربما، علما أن القيمة التسويقية ديال طارق تيسودالي كذلك كبيرة نوعا ما، كتبلغ 5 ملايين يورو. فغريب نوعا ما صراحة هذا الانتقال ديال طارق تيسودالي إلى الدوري الإماراتي في انتصاف الموسم على سبيل الإعارة، خصوصا كذلك أن اللاعب غير في الميركاتو الصيفي الماضي فاش انتقل إلى نادي باوك اليوناني، فلعب معاهم نصف موسم ولعب معاهم 28 مباراة ومسجل 6 أهداف، وفي منتصف الموسم انتقل للدوري الإماراتي. فعموما كيبقى انتقال رسمي، وكل التوفيق للاعبين المغاربة كلهم. المدرب المساعد ديال المنتخب المغربي السابق مصطفى حجي أدلى بدلوه بخصوص انتقال حكيم زياش إلى نادي الدحيل القطري، وأكد أن حكيم زياش مع ذلك عنده حظوظ في التواجد مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس أفريقيا. جاء ذلك في حوار أجراه مصطفى حجي مع موقع أفريك فوت الأفريقي، وجاء في الحوار ما يلي: بخصوص انتقاله إلى نادي الدحيل القطري فهو اختياره الشخصي، أنا في وضع غير مناسب لأقول ما إذا كان هذا الاختيار جيدا أم لا. وأضاف: إنه رجل ناضج جدا ويعرف ما هو الأفضل له ولحياته المهنية، يريد استعادة مستواه وهو محترف جدا ويريد استعادة لياقته، لأنه يرغب في المشاركة في كأس أفريقيا على بلده ويحتاج إلى وقت للعب. آمل أن تسير الأمور على ما يرام معه. وبخصوص إمكانية مشاركة زياش في كأس أفريقيا المغرب 2025 أكد مصطفى حجي أنه بإمكانه ذلك، وقال:
نعم يمكنه ذلك وأنا أتمنى ذلك. إنه لاعب أثبت نفسه بقوة وهو عنصر أساسي في خطة وليد ركراكي. إنه قائد محنك، لكن أنا لا أعرف في ماذا يفكر المدرب بخصوص وضعية زياش. هو من يجب أن يتخذ القرار، هل يعتمد عليه أم لا؟ وختم مصطفى حاجي تصريحاته بخصوص مستقبل زياش والمنتخب المغربي بالقول: هل سيستعيد زياش مستواه الأفضل؟ في هذا الصدد ليس لدي أي شك في ذلك. زياش لاعب ذو روح عالية، محترف، ويعلم أنها رقصته الأخيرة في أفريقيا، وسوف يريد الفوز أخيرا بهذه الكأس الأفريقية في بلاده ومع منتخب بلاده وفي وطنه. أعتقد أن هذا الأمر يعني لزياش الكثير، يضيف مصطفى حجي. وللإشارة فحكيم زياش انتقل رسميا إلى نادي الدحيل القطري بعد نهاية عقده مع نادي غالاتاساراي التركي. زياش شارك في المباراة السابقة مع نادي الدحيل ضد نادي أومسلار، دخل في دقيقة 80 وقدم تمريرة مفتاحية ديال أحد أهداف المباراة اللي انتهت بفوز رفاقه بهدفين لهدف. فاللاعب منذ أول لمسة قدم إضافة هجومية لفريقه الدحيل، ولكن تعرفوا جميعا أنه الدوري القطري دوري ضعيف، وخصوصا أن الدوري القطري غادي ينتهي في شهر أبريل القادم. فمن شهر أبريل وحكيم زياش في عطالة حتى لشهر غشت باش يرجع الموسم الجديد. فزياش غادي يكون امام تحدي كبير باش انه يقنع الناخب الوطني وليد ركراكي باللعب بالمشاركه في كاس افريقيا. اولا خاصو يستعد المستوى ديالو، حتى كاع اذا استعد المستوى ديالو فواش ركراكي غادي يعيط لزياش اللي كاين في الدوري القطري ويخلي لاعبين اخرين، خصوصا وانه زياش حاليا المركز ديالو سواء جناح ايمن او كذلك صانع العاب، هذا مركزين بجوج في المنتخب المغربي حاليا. كاين خيارات كثيره في هذا المركزين بجوج، فكاينه منافسه شديده على شكون اللي غادي يمشي لكاس افريقيا، علما انه اللائحه تكون فيها فقط 26 لاعب كحد اقصى. فاصلا زياش في تحدي كبير صراحه، إمكانية التواجد مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا حتى إن استعاد مستواه، والله أعلم. خبر جميل يتعلق برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي فاز بجائزة مرموقة في قطر، وهي جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية لعام 2024، حيث نال فوزي لقجع هذه الجائزة في الدوحة، والتي يمنحها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، حيث تسلم عبد اللطيف المتوكل نائب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الجائزة نيابة عن فوزي لقجع خلال حفل نظم على هامش المؤتمر السنوي الخامس للثقافة الرياضية العربية، الذي ينعقد تحت شعار صناعة البطل الأولمبي، وهذه هي النسخة السادسة من هذه الجوائز. فرئيس الجامعة فوزي لقجع نال الجائزة الأهم في هذا الحفل، هي جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية لعام 2024. بالإضافة إلى فوزي لقجع فكذلك العداء المغربي السابق هشام القروج نال جائزة سفير الثقافة الرياضية العربية لعام 2024، وتم أيضا منح جوائز لوزراء رياضة عرب ولأبطال رياضيين وشخصيات في عالم التسيير الرياضي، إلى جانب العدد من الإعلاميين العرب كذلك. وللإشارة فهذه الجوائز عندهم واحد الأهمية على المستوى الوطن العربي، تعتبر جائزة الاتحاد العربي للثقافة والرياضة من أهم الجوائز الرياضية في الوطن العربي بأكمله، وكتهدف بحسب مبادئ هذا الاتحاد تهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لمن بذلوا جهودا مخلصة لخدمة الرياضة العربية، وكذلك أصحاب الإنجازات والمبادرات، وتشجيع الواعدين من الرياضيين العرب. وبخصوص أسباب تتويج فوزي لقجع وتفوقه ونيل هذه الجائزة، فقد منحت الجائزة لفوزي لقجع تقديرا للجهود التي يقوم بها تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، سواء على مستوى التكوين أو صعيد البنية التحتية، والتي أثمرت نتائج مهمة، وأبرزها احتلال المغرب المرتبة الرابعة في كأس العالم بقطر 2022 كأول بلد عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور، وكذا الأدوار التي يقوم بها داخل الهيئات القارية والدولية من أجل تطوير كرة القدم العربية والإفريقية.